الرقص والمسرح هم حياتها، والجمهور شايفها مغرورة. واكتشفها الممثل العالمي كيفن سبيسي من وسط كل طلاب الجامعة الأمريكية. عندها نوتة سحرية بتكتب فيها أحلامها وبتتحقق، ويسرى كانت وش الخير عليها. الفنانة الصاعدة داليا شوقي. ده لو في مكان تاني كان زماني لميت نقطة قد كده يا حيوانة. واستعرضتي مني عشان رقصت؟ هنتك عشان بعمل حاجة بحبها؟ من عيلة الفن بيجري في دمهم والكورة كمان، ومن صغرها عارفة هي عايزة ايه، مركزة ومنشنة على هدفها. حكايتها مع المسرح بدأت من زمان. أول مرة وقفت على خشبة مسرح كانت في KG2، وشاركت في مسرحية عن السندريلا. ومن التمثيل للكتابة للتقمص لحد ما دخلت الجامعة الأمريكية ودرست المسرح والتسويق. ودي ما كانتش حاجة سهلة إنها تتخصص في قسمين بعاد عن بعض، ومع ذلك كانت متفوقة وقررت تشرف أهلها. وبعدها أخدت ورش تمثيل، ومن أهمهم ورشة مع الممثل العالمي كيفن سبيسي. بتحكي داليا إن كل طلاب المسرح في جامعتها قدموا، وكانت هي الوحيدة اللي اتقبلت من ضمن طلاب مختارين بعناية من الوطن العربي كله. وكان الكورس بالنسبة لها وجبة دسمة جدا، رجعها مصر شبعانة تدريب ومعلومات كتير. وأكتر حاجة بتحب تعملها بعد المسرح هو الرقص، ودراسته بكل أنواعه حتى الشعبي. بتقدم أدوار مختلفة، شفناها في العائدون في دور الأخت اللي بتسند أختها وبتدعمها، وفي أحلام سعيدة بنت متمردة على الطبقية والجواز والخلفة، وعندها نوتة صغيرة بتكتب فيها كل أحلامها من صغرها. والغريب إن كل ما تحلم بحاجة وتكتبها في النوتة دي تتحقق. كتبت إن نفسها تشتغل في البحث عن علا مع هند صبري وتحقق، وكتبت عن حلمها تشتغل مع شريهان وبرضه تحقق. يا جماعة حد يجيب لنا النوتة السحرية دي. وعن وقوفها قصاد يسرى قالت إن ده كان حلم حياتها لحد ما الحلم اتحقق ومثلت معاها. وقالت داليا إنها كانت وش الخير عليها. اتعرضت للانتقادات بعد ظهورها في برنامج The Blind Date Show، واللي فكرته قائمة على الجمع بين شخصين ما يعرفوش بعض وبيفصل بينهم حيطة، ويدور ما بينهم حوار عن الحياة الاجتماعية والماديات والعلاقات. وتم استضافة داليا مع شاب اسمه يوسف رسلان، بس من اللحظات الأولى في الحلقة كان واضح جدا إنه مفيش كيمياء ما بينهم. وفريق عمل البرنامج اتفاجئوا من تصرف داليا لما حاولت تنسحب من التصوير كذا مرة، لأنها رافضة أسلوب يوسف في الكلام معاها. وساعتها الناس انتقدتها بسبب طريقتها وعصبيتها الزيادة واتهموها بالغرور، لكنها ردت على انتقادات الجمهور بكل هدوء وطلبت منهم يبقوا لطاف وخفاف معاها. والحياة مش مستاهلة كراهية وإنهم يدعوا عليها بدون سبب. ودي أكتر حاجة الناس بتحبها في داليا، إنها بترفض أي حاجة شايفة إنها ما تستحقهاش، وبتعرف ترد على الإساءة وعدم الاحترام. ورغم كل اللي حصل إلا إن الحلقة اتصدرت اليوتيوب في المركز الثاني. داليا هي بنت الفنانة المصرية منال الفطاطري، وأختها الممثلة بسنت شوقي. أبوها شوقي عبد الشافعي لاعب النادي الأهلي في التسعينات. ومن الحاجات اللي بتضايقها هو إن الجمهور والمخرجين بيحصروها في أدوار معينة، بنت الأكابر الكلاس الغنية، وده بسبب طريقتها وشكلها. لكنها رافضة الصورة دي عن نفسها وبتسعى تغيرها وتقدم أدوار معاكسة تماما لشخصيتها. ومن آخر أعمالها مسلسل ما بيننا معاد، وفيلم حاسب تحلم المقرر عرضه السنة دي. داليا فنانة شاطرة وبنحب روحها المرحة، ومستنيين نشوف إبداعك في أعمال جاية. ودي كانت نهاية الحلقة، أتمنى تكون عجبتكم، وما تنساش تعمل لايك للصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.